واخيرا وبناء على طلب الجماهير عملت لكم القرص الفلاحي الطريه. شايفين لونها وجمالها وشكلها؟ بس دي بقى غير اي قرص فلاحي كلتوها او جربتوها قبل كده، والتجربه خير دليل. اول ما تجربوا الوصفه دي ان شاء الله هتقولوا لي ايوه زي ما قلتي كده واكتر شويه كمان. شايفين لونها وحجمها وشكلها؟ تحفه بجد، روعه. شايفين عامله ازاي؟ بصوا لي بقى على طراوتها. شايفين من جوه؟ شايفين قلبها من جوه عامل ازاي؟ بصوا تحسوا ان هي كيكه اسفنجيه مش قرص طريه. شايفين الجمال ولا مش شايفين؟ هنسمي الله على طول، وهجيب معايا كيلو من الدقيق، ومهم قوي كيلو الدقيق هنخله. هقول لكم على كل التكات وكل حاجه عايزين تعرفوها في الفيديو ده عن القرص الطريه ان شاء الله باذن الله هعرفها لكم. هحط معايا كوبايه الا ربع سمنه وربع كوبايه زيت، وهبسهم بالسلاح اللي هو زي الكف ده اللي هو على شكل كيك. الكلام ده لو هتشتغلي بالعجان لازم ابسهم الاول كده عشان القرص تطلع معايا ناعمه ودايبه. بوريكم الحركه دي ان انا بعملها بايديا. لو هتشتغلي بايديكي هتفضلي تعملي كده في السمنه والزيت والدقيق لحد ما يمتصوهم خالص. وهتحطي معلقه صغيره كيك شيف، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره شمر، ومعلقه صغيره ينسون، بيدوها طعم وريحه حلوه قوي. وهحط معلقتين كبار قشطه من وش اللبن، ودول اساسي هيفرقوا قوي معاكي في القرص. واحط 4 معالق كبار سكر، وكيس خميره 10 جرام بمقام معلقه كبيره، كوبايه لبن دافي او حليب، وكوبايه ميه دافيه، ومعلقه خل. هتدي برضو القرص هشاشه وطراوه حلوه قوي. دلوقتي بقى انا بقول لكم هشتغل بالسلاح ده اللي هو زي الخطاف، لان انا هبتدي اعجن دلوقتي. وانا بعجن بضيف لها كمان ربع كوبايه ميه. انا عارفه ان النوع دي اللي انا مستخدماه بياخد معايا سوائل كوبايتين وربع، بس انا قصدت احطها لكم بالتدريج عشان انتوا لما تيجوا تشتغلوا حطوها بالتدريج. شايفين العجينه بتبقى ناعمه وسايحه زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى عجينه طريه جدا. يبقى كده قلنا كيلو الدقيق بياخد كوبايه من الماده الدهنيه وبياخد كوبايتين وربع من السوائل. طب انا يا ايمان عايزاها ناشفه شويه، بس مش ناشفه اللي في بالك، يعني ناشفه شويه ماشي، حطي نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت. بصوا انا بوريكم دلوقتي، اكمل لكم برضو واحنا بنتكلم. انا غطيتها بس بكيس وفوطه يا دوبك ربع ساعه. بصوا العجينه ريحت ورحرحت ازاي، بس مجرد ربع ساعه. المفرش ده انا دهناه زيت، ما رضيتش احطها في بوله كده توفيرا للمواعين لان انا هشتغل على المفرش، فقلت اخليها بقى ترتاح على المفرش. الكيلو طلع معايا 63 واحده. الواحده لو عندكم ميزان 30 جرام، لو ما فيش ميزان اعمليها كده بالويم قد الليمونه الكبيره شويه. يعني الكيلو هيطلع معايا 63 قرصه. بكورها وبعدين ببططها كده بايدي وبحطها في الصواني او الصاجات، ما بتكونش مدهونه اي حاجه ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. وبغطيها وبسيبها ترتاح نص ساعه. هي اول مره انا ريحتها بس ربع ساعه، دي تعتبر اول مره خمرت فيها اللي هي نص ساعه، يعني اول مره ربع وتاني مره نص. دخلتها على الشبكه اللي فوق الصاجه على طول على 220، بتقعد 12 دقيقه. وبعد كده تحت الشوايه. شايفين خدت اللون الاحمر الذهبي التحفه ده من غير ولا دهنا الوش نسكافيه ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه خالص. شايفين سواها عامله ازاي؟ طب حد هيقول لي الماده الدهنيه ينفع تبقى نص ونص؟ ينفع تبقى كلها سمنه؟ ينفع حتى التلات ارباع زيت والربع سمنه. ينفع كلها زيت؟ لا كلها زيت ما انصحكوش، هتبقى وحشه خالص. طب ينفع تتعجن كلها باللبن؟ ما انصحكوش برضو، اللبن بينشفها. اللبن اضافه حلوه بس كوبايه بس. يا اما تعجنيها بميه كلها، يا اما تعجنيها بلبن وميه زي انا ما عملت كده، لكن لبن كلها هتبقى ناشفه ومش حلوه. بص انا بوريكم الحبه اللي انا عارفه ان هم هيتاكلوا النهارده، حطيتهم في علبه. بقيه الكميه حفظتها كده في اكياس وخرجت منها الهواء وهشيلها في الفريزر. بتطلعيها قبل ما تيجي تاكليها كده بحوالي نص ساعه زي العيش، هتلاقيها فكت وبقت طريه وطازه كانك لسه عاملاها.